السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ما عندنا قصة. اليوم راح نحكي عن أسطورة عند الغرب، وهي أسطورة نحس الرقم 13. يلا انطونا الانترو. في البداية يجب أن تعرف شيء هام جدا. إن كنت مسافرا في رحلة إلى أمريكا لأي ولاية، سوف تسكن في فندق لعدة أيام. لاحظ ترتيب الغرف والأدوار، لن تجد الرقم 13 من الأساس. أسطورة نحس الرقم 13 عند الغرب. وهل هذا الرقم نحس أم إنه صدفة فقط؟ يقول بعض خبراء الجيولوجيا والدراسات الدقيقة إن العديد من الزلازل تحدث في اليوم 13 من كل شهر، وتتحرك الأرض بشكل أكبر في هذا اليوم. وفي عام 1970 ميلادي انطلقت المركبة الفضائية أبولو 13 في الساعة 13:13 دقيقة، وفي ثلث المسافة حصل انفجار في المركبة أجبر الرواد على قطع رحلتهم في 13 نيسان. وفي ألمانيا تم بناء جدار برلين، وهو يدعى جدار العار، في 13 من آب 1961 ميلادي. وكانت الساحرات تجتمع على شكل مجموعات من 12 ساحرة، وكان الرقم 13 هو الشيطان. وفي الحضارات القديمة كانوا يعقدون حبل المشنقة 13 عقدة، وكانوا يعتقدون أن إذا اجتمع 13 شخص على العشاء فسوف يموت أحدهم في تلك الليلة. وكان الغرب يتشائمون من يوم الجمعة المصادف 13 في أي شهر، ويقولون في الإنجيل أن يوم الجمعة هو اليوم الذي خرج فيه أبونا آدم عليه السلام من الجنة، وهو اليوم الذي انصلب فيه سيدنا عيسى عليه السلام. ويقولون بأن قابيل قتل هابيل بمثل هذا اليوم. وترتبط الأسطورة بالتشاؤم، وهو يوم إعدام فرسان الهيكل في اليوم 13 من أكتوبر 1307، لما تم اعتقالهم من قبل الملك فيليب الرابع ملك فرنسا. الكثير من المعتقدات التي يؤمن بها الغرب، ومنها عدم وجود بعض الغرف في الفنادق تحمل الرقم 13. وفي ناطحات السحاب الأمريكية يأتي الدور 14 بعد الدور 12 مباشرة. وبعض شركات الطيران تتخلى عن الصف أو الأدوار في رقم 13 في الطائرة. وفي القرن 19 كانت شركة لويدز للتأمين البحري في لندن ترفض تأمين أي سفينة في يوم الجمعة المصادف 13. ولحد اليوم البحرية الأمريكية ترفض تحريك أي سفينة في هذا الميعاد. وفي ذلك اليوم تخسر العملات وأسواق العمل والبورصة وشركات الطيران ما يقارب 900 مليون دولار. يرفض العديد من الناس العمل والبيع والشراء والسفر في يوم الجمعة المصادف 13. الشركات الأمريكية تخسر كل يوم جمعة 13 مصادف في أي شهر ما يقارب 750 مليون دولار، لأن الناس لا تتسوق ولا تسافر ولا تغامر بأي شيء في مثل هذا اليوم. التشاؤم من رقم 13 هو نوع من أنواع الفوبيا، وحتى شركة مايكروسوفت تخاف من الرقم 13، لأن الإصدار الأوفيست في 2007 هو الإصدار 12، ويليه الإصدار الأوفيست في 2010 هو الإصدار 14. ولكن نحن كمسلمين لا يوجد لدينا تشاؤم في الإسلام، فكل شيء مقدر عند الله، ولن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، ولن نفكر في تلك الأمور أبدا، ولن نضعها في عقلنا. فتفاءلوا بالخير تجدوه. ولن نضع تلك الخرافات في عقولنا، لأنها ثقافة الغرب وليس لها علاقة بنا وبمجتمعاتنا.
فلا نجعل تلك الأمور تؤثر بنا. وإلى هنا انتهت قصتنا لليوم. أتمنى تنال إعجابكم هاي المعلومات، وأشوفكم على خير بقصة جديدة إن شاء الله. مع السلامة. وكانت الساحرات تجتمع على شكل مجموعات من 12 ساحرة، وكان الرقم 13 هو الشيطان. غير تستقر أم عباس، هسه أم عباس تشوف الكواليس وتزعل من عندي. لا ترى مو عليك، ها طلعت البلاوي والكوارث كلها صايرة بهيك يوم. لما تم اعتقالهم من قبل ملك فرنسا الملك فيليب الثالث لو الرابع، لما تم اعتقالهم من قبل الملك فيليب الرابع ملك فرنسا.